السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الشيخ عبد العزيز أبو سلطان. مثل ما صار الجميع يعرفني. أخوان الكرام، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. تأخرنا عليكم بالفيديو، ولكن من كثر الضغط والأعمال الكل يبي يخلص عمله قبل شهر رمضان، عاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية. أخوان الكرام، مثل ما شفتم قدامكم، هي الفلوس الحمد لله نزلت بزمن قياسي وسريع جدا بفضل من الله. الموضوع يعني ما هو بصدفة أو حالة نادرة. الحمد لله أنا كل يوم عندي أعمال للناس وحالات تنزيل الأموال. سبحان الله. الرجال كلمني بالليل، الليلة اللي عقبها نزلت الفلوس وخلص العمل. أخوان الكرام، مع الأسف لحد هذا اليوم يوجد ناس تشكك بأعمال تنزيل الأموال، يعني لحد هذا اليوم يشك بصدق عملية تنزيل الأموال. أقول له ربنا حارمك من النعمة وقل له بعد كل إنسان بالدنيا له رزق. أشخاص تعرف كيف تستغل الفرصة، وأشخاص تضيع الفرصة من يدها. التنزيل حقيقي 100% وموجود، لكن اللزوم تعرف وين تروح وتعرف تختار الشخص المناسب لعملية التنزيل، حتى ما توقع بيد النصابين الذين يستغلون حاجة الناس البسيطين. ومع الأسف النصابين كثيرين، علشان كذا لزوم الإنسان يعرف وين يروح ويحدد اختياره بالشكل الصحيح. أخوان، العلم الروحاني بحر كبير وواسع، ولزوم الشخص يعرف بأي سفينة يركب حتى ما يغرق، وبعد كذا ما راح يفيده شيء. أخواني، نرجع لموضوعنا هذا اليوم اللي قاعدين نتكلم بيه عن موضوع تنزيل الفلوس وسرعة التنزيل. وبالنسبة للسرعة اللي تمت بيها عملية التنزيل، مثل ما صار الكل يعرفني، ما أعطي أسراري على اليوتيوب، لأن السر الروحاني ما يصير نتكلم به على الملأ وقدام الناس، وذلك خوفا على بعض الأشخاص اللي ممكن تجرب المواد وتساوي أعمال روحانية وتنظر. لأن العلم الروحاني يحتاج فترة طويلة بالدراسة والتعليم، وأيضا حرص على أسرار علم الروحاني وأسرار تنزيل الأموال. أخواني الكرام، أهلي وناسي، اللي حاب يشتغل حياه الله، واللي ما يبي يشتغل هم حياه الله. رقم التليفون موجود قدامكم على الشاشة، وإن شاء الله نتكلم مع الكل وما نقصر مع أي إنسان. واللي عنده استفسار أو تعليق على موضوع تنزيل الأموال أو أي شيء يتعلق بالأمور الروحانية يكلمني على الواتساب ويأخذ الجواب المفيد الصحيح. إن شاء الله ما نتأخر على أي إنسان. ممكن يصير تأخير، لكن مثل ما خبرتكم أول الفيديو، ضغط الأعمال وضيق الوقت هذا السبب. لأن أشوف بعض الأشخاص يكتبون بالتعليقات شيخ نراسلك ما ترد علينا. أخواني، أنا ممكن أتأخر بالرد، لكن ما أنسى أي شخص كلمني، والكل راح ياخذ الجواب عن أسئلته. يعني أطلب من الجميع الصبر شوي ويبشر باللي جاي بيه يطلع بيه وهو رضيان إن شاء الله. وأخيرا أخواني الكرام، انتظروني بالفيديو اللي قادم. أترككم بأمان الله ورعايته. أخوكم الشيخ عبد العزيز أبو سلطان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.